بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي. واليوم الأول للجولة 32 لدوري نجوم العراق، ومباراة مرتقبة منتظرة طبعا للفريق الضيف الطلبة وفريق ديالى المضيف لهذا اللقاء. الفريقان طبعا قادمين للتعويض من خلال هذا اللقاء بعد الخسارة لكلا الفريقين في الجولة الماضية. ديالى خسر على ملعبه أمام الموصل بنتيجة ثقيلة ب4 أهداف لهدف، بينما الطلبة أيضا خسر على ملعبه أمام أربيل ب3 أهداف لهدفين. لذلك الفريقين يبحثون عن التعويض في هذا اللقاء في مباراة مهمة للطلبة الأنيق لإسعاد جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات، ونفس الحال ينطبق على فريق ديالى هو الآخر أيضا للعودة إلى سكة الانتصارات. هنا الطاقم التحكيمي الواضح أمامنا في الصورة لقيادة هذه المباراة. الدولي واثق محمد يساعد على الجانبين طبعا مقداد عقيل ومصطفى حكيم، وحكم رابع محمد علي، بينما في غرفة الفار يتواجد الحكم علاء سلام وأيضا المساعد علي فاضل. بالتوفيق للطاقم التحكيمي، بالتوفيق للطلبة، بالتوفيق أيضا لديالى. جمهور كبير حاضر على مدرجات ملعب ديالى، ممتلئ تماما ملعب ديالى بجماهيره في هذا اللقاء، وذلك للمساندة والمؤازرة في مباراة منتظرة للفريق الكبير طبعا صاحب الألقاب على مستوى الدوري العراقي، فريق الطلبة اللي يطمح بالعودة من ديالى بتحقيق الانتصار والثلاث نقاط، وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب 58 نقطة، بينما ديالى يحتل المركز ال11 وفي رصيده 41 نقطة. لذلك فريق ديالى يطمح بأن يتقدم إلى مركز جديد في حال الانتصار، وأيضا فريق نادي الطلبة يحاول الدخول إلى المربع الذهبي من خلال هذا اللقاء. فريقين داخل أرضية الملعب، طبعا لا زال فريق القوة الجوية هو المتصدر لجدول الترتيب للدوري العراقي ب71 نقطة، الشرطة ثانيا ب64 نقطة. طبعا الشرطة بنفس التوقيت لهذه المباراة يلعب مباراة أمام النفط في مباراة أيضا مهمة لفريق الشرطة اللي يحاول اللحاق بفريق القوة الجوية اللي تنتظر مباراة يوم غد أمام فريق نادي الميناء في مباراة كبيرة، مباراة ديربي العراقة ما بين الفريقين. لذلك كل الفرق تبحث عن النقاط في هذا اللقاء. ثالث الترتيب طبعا أربيل هو الآخر أيضا يبحث عن نقاط. هذه المباراة أمام الكرخ يوم غد أيضا عنده مباراة منتظرة أمام الكرخ، الفريق اللي يقدم مستويات جيدة صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب. إذن ننتظر صافرة حكم اللقاء الدولي واثق محمد للإعلان عن بداية هذا اللقاء ما بين ديالى والطلبة. مباراة ينتظرها جمهور الطلبة، ينتظرها جمهور ديالى، نقاطها مهمة للفريقين. هناك فرق لا زالت في المراكز الأخيرة بعدما تأكد فريق نادي القاسم الهبوط بشكل رسمي، بينما لا زال يصارع فريق النجف للبقاء، أيضا الكهرباء وأيضا أمانة بغداد وفريق نفط ميسان. كل هذه الفرق تعاني في المراكز الأخيرة، وأيضا الميناء أيضا تنتظر مباراة مهمة أمام القوة الجوية. لذلك فرق اللي تقع في المراكز الأخيرة تحاول الهروب من القاع والبقاء للموسم القادم، وفرق أخرى تتوسط مراكز الترتيب في الدوري العراقي دوري نجوم العراق في مراكز دافئة. نتحدث عن الموصل، عن ديالى، عن دهوك، عن نوروز، عن الكرخ، عن زاخو. هذه الفرق هي اللي تتوسط الترتيب، لذلك تأمن على حظوظها للموسم القادم. وبالتالي الطلبة في هذا اللقاء الأنيق يحاول كسب النقاط الكاملة أمام فريق ديالى. إذن على بركة الله الحكم الدولي واثق محمد يعلن عن البداية والانطلاقة للقاء فريق نادي الطلبة مع مستضيفي فريق ديالى في هذا اللقاء على ملعب ديالى. كرة تنقل عن طريق الجانب الأيمن، هذا أياد عبد فرحان، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي الطلبة من الجهة البعيدة. نذكر بتشكيل الفريقين لمباراة اليوم. نبدأ بالفريق الضيف طبعا فريق الطلبة اللي يلعب بفهد طالب لحراسة المرمى، يلعب بالإيراني ميلاد بدرقة، ماسس آرتن فلية حسن حسين عمار لخط الدفاع. للوسط كرار محمد زي إسماعيل منتظر عادل وأحمد السهيل. لخط الهجوم يلعب بعلاء عبد الزهرة وأيضا سايمون مسوفا اللاعب التنزاني وهداف نادي الطلبة خلال هذا الموسم ب7 أهداف لغاية الآن.
هذه خيارات المدرب الإيراني طبعا علي رضا منصوريان، المدرب المميز اللي حقق نتائج جيدة مع فريق نادي الطلبة. كرة هناك من الجهة البعيدة، عادت للوسط لمصلحة فريق نادي ديالى. هذا أنس مالك يحاول التمرير الأمام. أنس كرة لمصطفى عن طريق الجانب الأيسر قريب الخط الجانبي، مرت إلى خارج أرضية الملعب. طبعا ديالى وللمدرب يامن الزلفاني، يلعب بعلي رمضان لحراسة المرمى، الشهاب الصالحي، مقتدى حسن، أيمن محمود، مصطفى مؤيد لخط الدفاع، علي رحيم، محمد محسن، عبد المجيد صبارة، أنس مالك، وأياد عبد فرحان، وكولينز أوباري لخط الهجوم. كرة عن طريق الوسط صبارة وقريب من حسين عمار، صراع يبدو لي هناك مشكلة في الصورة. طبعا الصورة ليست بشكل طبيعي، عملية النقل ليست على ما يرام لغاية الآن. نشاهد الصورة غير طبيعية من حيث النقل. ركنية أياد عبد فرحان، أياد عبد فرحان على التنفيذ للركلة الركنية، عند 4 أهداف على النفط، 2 على نادي القاسم وعلى أربيل. تنفذ الركنية داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد، المحاولة تستمر لمصلحة فريق نادي ديالى على مرمى فريق الطلبة. محاولة تبقى قائمة لكن كرة مرت جهة اليسار، مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للطلبة. الآن نشاهد الصورة بشكل أوضح في هذه اللقطة، وهنا كولينز أوباري عنده 3 أهداف، هدفين على نادي القاسم وعلى الجوية. كولينز أوباري اللاعب الغاني مهاجم فريق نادي ديالى. هذا محمد محسن لاعب الخبرة، لاعب الوسط لفريق ديالى، البرتقالي حاول حقق نتيجة إيجابية على حساب الأنيق الطلبة. كرة عن طريق الوسط، كرار محمد، عملية تغيير. هناك مقتدى عن طريق الجانب الأيمن، مقتدى حسن يحاول عملية الإبعاد. مقتدى المحاولة لا زالت قائمة، الطلبة يحاول داخل منطقة الجزاء، وعلي رمضان حارس المرمى الشاب قدم مستويات ممتازة مع فريق ديالى. تنقل الوسط، هناك خطأ على منتظر عادل، هناك خطأ على منتظر عادل. حكم المباراة حاول امتصاص عصبية اللاعب منتظر عادل. كرة مرت إلى خارج الملعب، عبد المجيد صبارة اللاعب اليمني يطالب حكم المباراة بوجود لمسة يد. عبد المجيد صبارة، هذا سايمون مسوفا التنزاني، صادق سعدون الطلابي القوة الجوية السابق، مساعد المدرب طبعا يامن الزلفاني. هنا منصوريان المدرب الإيراني، نتائج ممتازة لمنصوريان، هو غاب عن مباراة أربيل، قاد الفريق من على المدرجات. هنا فهد طالب الحارس الخبرة مع تشكيل فريق الطلبة. كرة عالية من فهد، عادة الوسط، حارس مرمى منتخبنا الوطني، هذا على عبد الزهرة، يحاول عملية تغيير. مسوفا بعيد، مسوفا عن مرمى فريق ديالى، طالت على مسوفا إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لديالى. جمهور كبير حاضر، جمهور البرتقالي، جمهور ديالى. هذا حسين عمار، محمد محسن لاعب الوسط. الدقائق الخمسة الأولى بداية اللقاء، جس النبض ما بين الفريقين حاضر في هذه الدقائق. هذا زيد إسماعيل لاعب الوسط للطلبة، لاعب منتخبنا، وهذا لا سبق وأن لعب لفريق نادي ديالى، سبق وأن لعب لديالى، وقبل ديالى هو لاعب للنفط، لاعب لنوروز. لاعب زيد إسماعيل لاعب الوسط لفريق نادي الطلبة. كرة تنقل الأمام، علاء عبد الزهرة من أمامه تبعد علاء، وصلت لشاب الصالح التونسي، يحاول انطلاق للأمام. حكم اللقاء يعلن عن استمرارية اللعب مع وجود رمية جانبية من الجهة البعيدة لصالح نادي الطلبة. هذا فليح حسن، اللاعبين الشباب، لاحظ هذا فليح، وطبعا شاب الصالحي.
كرة النقل للوسط ماسس ارتن. عادت لدفاعات لفريق الطلبة زيد، يعيدها بدوره الى ماسس ارتن. كرة للوسط لصالح نادي الطلبة في محاولة تغيير عن طريق الجانب الايسر. عملية الهجوم الان قريب الخط الجانبي، ممكن الانيق، ممكن دياله خلال هذا اللقاء. هذا منتظر عادل، طالت على منتظر عادل. 4 أهداف لمنتظر. بغداد الكرخ الكهرباء هدفين على بغداد ذهابا وايابا. هذا مقتدى حسن اللي عنده هدفين، المدافع لفريق نادي دياله على الموصل وعلى نفط ميسان. زيد اسماعيل، ركلة مرمى لدياله. علي رمضان حارس المرمى لدياله يلعب كرة عالية الامام. كولينز اوباري، عملية الهجوم الان اياد، الضغط على مدافع الطلبة خطير الان. ممكن دياله داخل منطقة الجزاء، الله على المرور من اياد، لكن مرت وطالت على اياد عبد فرحان. طالت على اياد عبد فرحان. ان شاء الله بالسلامة لزي اسماعيل، بالسلامة لزي اسماعيل. هذا فليح حسن اليوم يدفع به المدرب كلاعب اساسي في تشكيل فريق نادي الطلبة، المدرب علي منصوريان. الدولي واثق محمد يبدو لي اشار وجود خطأ على اياد عبد فرحان. من يخرج فرح في هذا اللقاء، جمهور الطلبة ام جمهور دياله؟ ركلة مرمى فهد طالب على تنفيذ ركلة المرمى. فهد حارس الخبرة، كرة عالية جهة اليسار، عملية الابعاد الى خارج ارضية الملعب، رمية جانبية للطلبة من الجهة البعيدة الطلبة. هذا على عبد الزهرة، على عبد الزهرة، رمية جانبية تنفذ لصالح الطلبة. عملية التغيير تعود للطلبة. أحمد السهيل، أحمد السهيل ممتاز هذا اللاعب، عنده هدف جميل على زاخو. أحمد السهيل لاعب الطلبة. هذا كرار محمد، كرار حاول نقل الكرة الأمام كرار لكن بعيدة عن مرمى الحارس علي رمضان إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لصالح دياله. هذا هو كرار محمد لاعب الوسط، لاعب الارتكاز لفريق نادي الطلبة. كرة بعيدة عن مرمى فريق دياله لحد الآن. محاولات خجولة على مرمى الفريقين. هذا علي رحيم سبق وان مثل الزوراء زاخو أمانة بغداد. علي رحيم لاعب وسط دياله. علي رمضان، كرة عالية من علي. أنس من أمام الإبعاد مصطفى مؤيد. كولينز أوباري بعيد. ماسس آرتن يعيدها لفهد طالب. الطلبة يستحوذ في هذه الدقائق على حساب دياله. هذا مصطفى مؤيد يعيدها للخلف، محاولة تبقى قائمة لكن مرت على علي رحيم إلى خارج أرضية الملعب من أمام سايمون مسوفا. 7 أهداف على أربيل، والغراف هدفين على بغداد، والقاسم أربيل أيضا ذهابا وإيابا، وعلى دهوك 7 أهداف للتنزاني سايمون مسوفا. هذا ماسس آرتن. طلبة 10 دقائق مرت، لا زال التعادل قائم بدون أهداف لغاية الآن ما بين الفريقين. ماسس آرتن على تنفيذ الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء والإبعاد من الصالحي، وركنية لصالح الطلبة. منتظر عادل، ركنية للطلبة. منتظر، والكل ينتظر هدف قادم سواء كان للطلبة أو لدياله. علي رمضان، ركنية أحمد سهيل على التنفيذ للركنية لصالح الطلبة. أحمد سهيل حكم المباراة يحاول فض اشتباك داخل منطقة الجزاء. نذكر بأن المباراة الأولى في مرحلة الذهاب طبعا انتهت 1-1. علي يوسف وتانديا من سجلوا، علي يوسف للطلبة وتانديا سجل لنادي دياله، واللاعبين طبعا غير موجودين في دكة البدلاء للفريقين. ممكن إشراكهم في الشوط الثاني، ممكن يستعين من خلال الشوط الثاني مدرب الطلبة بعلي يوسف، ومدرب دياله يامن الزلفاني أيضا لتانديا
محاولة تبقى قائمة جهة اليسار. الطلبة أفضلية للطلبة نسبية على حساب ديالة، ليعتمد على الهجمات المرتدة بنقل الكرة للأمام. البحث عن كولينز أوباري، عن اياد عبد فرحان، أنس مالك، ثلاثي الموجود في خط الأمام لفريق ديالة. كرة النقل الأمام، هجوم الآن ديالة داخل منطقة الجزاء ممكن، وماسس آرتن والإبعاد إلى ركنية، والإبعاد من ماسس آرتن إلى ركنية من أمام كولينز أوباري. هذا هو ماسس آرتن. فهد طالب، فهد طالب حارس المرمى للطلبة، عنده كانت فترة احترافية في إيران، مثل القوة الجوية، مثل الزوراء. المحاولة تبقى الآن، ديالة يحاول أن يحاصر مرمى فريق الطلبة، وهنا على الطائر من علي رحيم، لكن مرت بعيدة عن مرمى الطلبة إلى الخارج لركلة مرمى. لركلة مرمى. ركلة مرمى. هذا هو ماسس آرتن. فهد طالب، مصطفى، عملية الإبعاد، كولينز، الغاني إلى أياد عبد فرحان، منطلق عن طريق الجانب الأيمن، يحاول يمر أياد عبد فرحان، قطع من أمام أياد عبد فرحان إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية تبقى لديالة قريبة من منطقة الجزاء. أنس مالك داخل منطقة الجزاء، وفهد طالب على دفعتين حارس المرمى لفريق الطلبة دون وجود لاعب قريب لفهد. تمريرة أنس مالك وصلت بأحضان حارس المرمى فهد طالب. كرة عالية من فهد على عبد الزهرة، يطلب الكرة اللاعب الخبرة اللي يمثل الأندية الكبيرة الأربعة بالإضافة إلى الميناء، مثل الشرطة، الزوراء طبعا، ومثل الطلبة حاليا، مثل الميناء، ما مثل الطلبة، ما مثل القوة الجوية على عبد الزهرة. كرة مرت، هذا علي رحيم، لاعب ومدافع ديالة، يعني تعودنا على علي رحيم دائما يلعب كلاعب وسط، لكن في اغلب المباريات الاخيره شاهد علي رحيم يلعب كمدافع مع فريق ديالة. حارس المرمى علي رمضان. علي رمضان بانتظار هدف، بانتظار الاثاره تكون حاضره في هذا اللقاء لما يضم الفريقين من نخبه ممتازه من اللاعبين والخبره. هنا منتظر عادل داخل منطقه الجزاء، لم يظهر مسوفا، لكن مرت على مسوفا وتصل لحارس المرمى. علي رمضان حارس المرمى لنادي ديالة، هذا هو مسوفا اللاعب التنزاني. كرة عالية، قطع موجود، حسين عمار، حسين، عملية تمرير عادة الوسط عبد المجيد صبارة. اياد مقتدى، عيد الخلف مقتدى، صالحي، كرة طويلة من الصالحي بعيدة عن لاعبي ومهاجمي ديالة، اقرب لدفاعات فريق نادي الطلبة احمد سهيل، عيد الخلف احمد سهيل. بودرقة لاعب الايراني ميلاد، بدرقة قلب الدفاع، هذا ماسس آرتن، عيدها الى زيد، جهة اليسار زيد، احمد سهيل للوسط، فليح حسن اللاعب المهاري اللاعب الصغير. عملية التمرير الامام، هذا كولينز وباري خطير الان، ممكن ديالة كولينز وسدد قوية مرت. الفرصة الحقيقية تظهر، الفرصة الحقيقية تظهر لأصحاب الأرض في هذا اللقاء ديالة، وعن طريق الغاني كولينز أوباري بغفلة من دفاعات الطلبة. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة، وكولينز أوباري اللي انطلق الأمام ومر من أمام ميلاد بدرقة ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس فهد طالب. والفرصة الأولى لفريق ديالة على مرمى الطلبة تأتي عن طريق اللاعب كولينز أوباري، مرت إلى خارج أرضية الملعب. زيد إسماعيل، ماسس آرتن،
طلبة كرار. ويا ما أصعب الاختبار لفريق الطلبة أمام ديالى في هذا اللقاء. كلاهما يبحث عن التعويض. عبد المجيد صبارة، عبد المجيد صبارة حاول التقدم، انقل للوسط. محمد محسن، تعود من جديد لمحمد محسن كابتن فريق ديالى لعبد المجيد من جديد عبد المجيد وكولينز وباري، وخروج موفق لحارس المرمى فهد طالب. بالخبرة فهد طالب وخروج موفق وانقاذ من امام كولينز اوباري. كرة النقل لاحمد سهيل جهة اليسار الطلبة. عملية الهجوم الآن طلبة. إن شاء الله بالسلامة للصالحي يشكو من إصابة. بنفس التوقيت لهذه المباراة طبعا الشرطة النفط لا زال التعادل قائم بدون أهداف لغاية الآن. هناك زاخو يتأخر أمام نفط ميسان بهدف للا شيء. نفط ميسان يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب كريست كوفوما، اللاعب الكنغولي لاعب فريق نفط ميسان، يسجل في مرمى زاخو في ملعبه وامام جماهير زاخو، يتاخر بهدف. شرطه متعادل مع النفط، هنا التعادل بدون اهداف لغايه الان. سيان عمار زيد اسماعيل من جديد، زيد الى ماسس ارتن. طلبه يقي الكره عن طريق الوسط، تعود لماسس ارتن اقرب لمسوفا ليتراجع للوسط. يعني مسوفا ما يحصل الفرصه للامام، بدا يتراجع للوسط. والدفع بعلاء عبد الزهره في خط الامام. ممكن علاء هو من يشاغل دفاعات فريق نادي ديالى. عمليه الهجوم الان احمد السهيل حاول ينطلق للامام، ينقل الوسط الى علاء عبد الزهره. علاء يعيد الوسط الى كرار محمد، كرار جهه اليمين. سيان عمار يعيدها لكرار. ماسس ارتن قريب من زيد اسماعيل، لكن فضل التمرير لميلاد. ميلاد بدرقه غير لعب من اليسار اليمين، وقطع ممتاز من مصطفى مؤيد الى خارج الملعب لتصبح رميه جانبيه لمصلحه فريق نادي الطلبه من الجهه القريبه. مصطفى مؤيد اللاعب اللي سبق وان مثل النفط والطلبه ايضا ونفط البصره، ديالى، القوه الجويه، النجف، يعني محطات كثيره لهذا اللاعب مصطفى مؤيد لاعب فريق نادي ديالى. رميه جانبيه ماسس ارتن. 20 دقيقه يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكه الاعلام العراقي والنقل الحصري لدوري نجوم العراق لموسم 2025-2026. هناك خطا، ركله حره، سحب واضح، حكم اللقاء قريب الدولي واثق محمد. هذا الصالحي شاب، الصالحي يرتكب خطا، لاحظ الاعاده. وفلي حسن حاول المرور من امام لاعبي ديالى. خطا لصالح نادي الطلبه. فليح يحصل على خطا مع وجود ركله حره مباشره، هذا كرار محمد وفليح حسن لاعبي الطلبه مع وجود علاء عبد الزهره. ركله حره مباشره علاء، ممكن بخبره هذا اللاعب يقود الطلبه للانتصار. هنا علاء يسدد على المرمى، لكن بعيده كره علاء، بعيده كره علاء الى خارج ارضيه الملعب لركله مرمى. حصل على لقب الهداف طبعا مع فريقي الزوراء الشرطه، ايضا في فتره من الفترات كان هدافا لدهوك. على عبد الزهره، هذا هو جمهور ديالى. رغم انه فريق ديالى هناك بعض التعثرات، لكن هذا الجمهور لم يتخلى اطلاقا لمؤازره الفريق في كل مباراه. يعني الفريق يخسر مباراة الماضية بالأربعة، واليوم تجد جمهوره حاضر بهذه الكثافة. يعني هذا حلوة لجمهور ديالى، حلوة لجمهور الطلبة أيضا
لا زال صابر بشكل كبير جمهور الطلبة، وسايمون مسوفة. الله 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 على سايمون مسوفة، وهدف رائع. حلوة اللقطة من سايمون مسوفة، حضر بشكل جميل وسجل هدف جميل. الله على التنزاني، 8 أهدافه مع الطلبة خلال هذا الموسم سايمون مسوفة، وهدف أول للطلبة، هدف أول للأنيق. الآن يأتي الهدف عن طريق سايمون مسوفة بهدف جميل وبذكاء يلعبها من فوق الحارس علي رمضان ليعلن فريق الطلبة افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. إذا سايمون مسوفة يضع هدف جميل، وفرحة جماهير الأنيق على مدرجات ملعب ديالى بهذا الهدف الرائع لهذا اللاعب التنزاني المميز سايمون مسوفة. لاحظ اللقطة، لاحظ التمريرة، لاحظ الله على زيد إسماعيل اللي لعبها بالمسطرة بالمقاس على قدم اللاعب سايمون مسوفة، ولاحظ حضرها بشكل جميل ولعبها بهذه الطريقة ليعلن فريق الطلبة افتتاح التسجيل في مرمى ديالى من خلال هذا اللقاء. هدف الأنيق غير متسلل، والطلبة هدف لا شيء ديالى في هذه اللحظة. الآن الضيف يتقدم على المستضيف بهدف سايمون مسوفة. كرة النقل الوسط، الطلبة زيد بأداء أكثر من رائع من زيد في هذا اللقاء. علاء، هناك خطأ على علاء، واضح الخطأ على علاء. ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق ديالى، هذا هو علاء عبد الزارع القادم من الميناء. علاء عبد الزارع، كرة النقل الوسط، منتظر لغاية الآن بعيد تماما. منتظر اللاعب اللي دائما يشغل جهة اليسار بشكل رائع يعني. لكن اليوم طلعات الهجومية قليلة جدا. منتظر عادل نعمة، والده مدرب النفط بنفس التوقيت. النفط يلعب مع الشرطة، هذا مصطفى مؤيد. عملية تمرير، هل نشاهد ردة فعل لفريق نادي ديالى داخل منطقة الجزاء؟ كولينز أوباري، ومرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لصالح الطلب. كولينز أوباري من أمام زيد إسماعيل صاحب التمريرة الجميلة زيد إسماعيل لمسوفة، ودون رقابة لدفاعات ديالى على مسوفة، ووضعها بكل هدوء في مرمى الحارس علي رمضان، ويعلن عن افتتاح التسجيل. طلبة هدف لا شيء ديالى. موسيس أرتن للوسط إلى زيد، كرار يعيدها إلى زيد إسماعيل، يحاول يغير اللعب هناك على لأحمد سهيل جهة اليسار، طالت على أحمد سهيل، مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح ديالى، تنفذ الرمية الجانبية للوسط. محمد محسن، عملية التمرير، محاولة لمصلحة فريق نادي ديالى. ممكن كولينز أوباري يعدل، ممكن لديالى يعدل، وتسديدة قوية. الله 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 الله، الرد يأتي من الغاني على التنزاني، وهنا كولينز أوباري يعدل النتيجة لديالى. الله على هدف جميل لفريق ديالى بنفس الطريقة، وكأنها كلاك الثاني في هذه اللقطة، أيضا بتمريره للأمام، ويستغلها اللاعب كولينز أوباري، يسدد بقوة ويعلن عن تعديل النتيجة لفريق ديالى أمام الطلبة. 1-1. الآن حضرت الأهداف في هذا اللقاء، المتعة أصبحت حاضرة في هذا اللقاء. الغاني والرد على التنزاني، وهدف تعادل لفريق ديالى. سجل مسوفة التنزاني للطلبة ليعادل كولينز أوباري لديالى اللاعب الغاني. 1-1 النتيجة الآن. لاحظ الإعادة، لاحظ الانطلاقة بسرعة عن طريق اللاعب كولينز أوباري، ويسدد بقوة لتهش شباك الطلبة، ويعلن فريق ديالى عن هدف تعادل في مرمى فريق الطلبة. في مرمى فريق الطلبة قوية، كانت قوية وصعبة على فهد، لذلك هدف تعادل لفريق ديالى. حلوة المباراة الآن، تشيكينج جول. الآن ننتظر، هل كان متسلل كولينز أوباري؟ هل كان متسلل؟ دولي واثق محمد، والحديث مع علاء عبد الزارع. نشاهد اللقطة، الإعادة لهدف فريق ديالى، هل كان متسلل كولينز أوباري؟ هذا ما ستوضح الإعادة، وفي غرفة الفار
مع تواجد علاء سلام وعلي فاضل المساعد. فهد طالب يتمنى في هذه اللحظة، فهد طالب ان القرار يأتي من غرفة الفار ان كولينز اوباري متسلل، وهذا مسوفا هو من افتتح التسجيل في هذا مع توجيهات المدرب علي رضا منصوريان المدرب الإيراني. إذا تسلل كولينز أوباري متسلل، يلغى الهدف وتبقى النتيجة تقدم الطلبة بهدف لا شيء. نو جول، نو جول، وحالة التسلل على كولينز أوباري. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، وهنا التقدم واضح واضح متقدم. يعني حتى أرضية الملعب توضح الحالة إذا ما كان هناك الخط. أرضية الملعب مقسمة بشكل ممتاز، لذلك كولينز أوباري كان متقدم، بالتالي يلغى الهدف لفريق ديالى. يبقى التقدم لفريق الطلبة بهدف عن طريق سايمون مسوفا. مصطفى مؤيد حاول نقل الكرة الأمام، الغاني بدرق الإيراني، عملية تمرير الأمام، علي رحيم والقطع موجود. عادت لكرار، طالت على كرار، عودة لحسين عمار، لا وجود لخطأ. ولاحظ صادق سعدون والحديث والاعتراض بطاقة صفراء على صادق. اهدى يا صادق. طلال خلفان ايضا المساعد العماني مع المدرب يامن الزلفاني، يعني يفتقد لخدمات المدافع علي خالد. فريق ديالى يفتقد لخدمات المدافع علي خالد اللي طرد في مباراة نادي الموصل. مع اعتراض الدقيقة الرابعة طرد في تلك المباراة، والطرد كان مؤثر لفريق ديالى أمام الموصل، خسر بالأربعة بعد الطرد لعلي خالد. ماسس آرتن، زيد إسماعيل يعيدها لماسس آرتن، قريب منه على عبد الزهرة، عادة الوسط الآن كرار يقلب بشكل خاطئ. كرار عملية الهجوم المرتد الآن ديالى، ممكن اياد عبد فرحان، ممكن على التسديد على المرمى من اياد وكولينز أوباري، والصراع ما بينه وما بين بدرقه. بدرقه ميلاد الى خارج ارضيه الملعب، ركله مرمى. هذا هو ميلاد علي. لاحظ هنا اللقطه، هنا المرور من اياد عبد فرحان. اللاعب اللي سبق ونمثل طبعا زاخل، ميناء، نوروز، نفط البصره. اياد عبد فرحان لاعب ديالى، 4 أهداف لهذا اللاعب اياد عبد فرحان. كرة النقل الوسط، عاد لحارس المرمى علي رمضان، كرة طويلة من علي رمضان وكولينز أوباري. اياد عبد محاولة، كولينز على المرمى بالمباشر لكن بعيدة عن مرمى الحارس فهد طالب الى خارج ارضية الملعب، ركلة مرمى. نصف ساعة مرت والتقدم للطلبة بهدف للا شيء. هذه النتيجة حضرت الموسم الماضي ايضا، لكن كانت في مباراة الذهاب 1-0 للطلبة. لؤي العاني هو من سجل هدف المباراة الوحيد. لؤي العاني لاعب القرم الحالي. مباراة الإياب انتهت 0-0، لكن اليوم مباراة الذهاب انتهت بال1-1، والإياب لغاية الآن الطلبة يتقدم على ديالى بهدف للا شيء. وننتظر، ممكن نشاهد عودة ديالى، ممكن نشاهد فريق الطلبة. بالسلامة لشهاب الصالحي، يشكو من إصابة شهاب الصالحي.
طبعا الطلبة فاز في 17 تعادل في 7 وخسر في 7، وديالة فاز في 11 تعادل في 8 وخسر في 12. هنا التوجيهات من الكادر التدريبي لنادي الطلبة للاعبين. هذا هو أحمد السهيل، سجل واحد من الأهداف الجميلة في دورينا أحمد السهيل، وكان في مرمى زاخ، كان هدف روعة لأحمد السهيل. لاحظ هنا هدف سايمون مسوفا، هدف سايمون مسوفا في هذا اللقاء، هدف جميل كان من سايمون مسوفا، وضعها من فوق الحارس. دقيقة 22 يسجل لفريق الطلبة سايمون مسوفا، ويفرح بهذا الهدف، يفرح جماهير الطلبة المتعطشة للعودة إلى منصات التتويج في غياب طال تقريبا 24 عام، والطلبة بعيد عن منصات التتويج منذ عام 2001 2002. آخر لقب كان للطلبة مع ثائر أحمد، بعد ذلك طال الغياب. وعلى قولة أهلنا طبعا من طول الغيبات جاب الغنايم، لكن اعتقد هذا الموسم ما راح يجيب الغنايم. الطلبة طموحاته تبقى، ممكن الدخول إلى المربع الذهبي، ممكن مركز ثالث، ممكن مركز ثاني، هذا هو الطموح لفريق الطلبة. لكن المنافسة على اللقب صعب جدا للطلبة وللفرق الأخرى، صراع يحتدم بين 3 أندية هي الأقرب للمنافسة على اللقب. نتحدث عن القوة الجوية، نتحدث عن الشرطة وعن أربيل. كرة النقل الوسط أقرب لدفاعات الطلبة، عملية الإبعاد رأسية، اياد عبد فرحان، كولينز أوباري، قطع من أمام كولينز عن طريق ميلاد للوسط كرار، سايمون مسوفا، سايمون، زيد إسماعيل، ماسس أرتن. لاحظ اليوم مدرب الطلبة غير كثير من الأسماء على التشكيل اللي كانت حاضرة أمام فريق نادي الطلبة. اليوم على عبد الزهرة يبدأ أساسي، اليوم لدينا فليح حسن يبدأ أساسي، المحاولة ماسس آرتن ما كان موجود في مباراة أربيل. يعني هذه الأسماء الغائبة على عبد الزهرة يلعب بشكل أساسي في هذا اللقاء، بالإضافة إلى أحمد السهيل أيضا في المباراة الماضية لعب بديل. يعني غير كثير من اللاعبين في هذا اللقاء المدرب علي رضا منصوريان مدرب فريق نادي الطلبة. عملية الهجوم الآن كولينز أوباري، تمريرة من كولينز، عبد المجيد يحاول المرور فريق ديالة، لكن قطع من أمام كولينز أوباري. الطلبة ممكن مرتدة، منتظر جهة اليسار، يحاول منتظر عادل ينقل الوسط، المحاولة لعلاء جهة اليسار الآن، فليح حسن، أحمد سهيل داخل منطقة الجزاء، خطيرة. أوه بالسلامة بالسلامة لعلي رمضان، اهدأ يا علي. هذا أيمن محمود، أيمن محمود، أيمن محمود المدافع لفريق نادي ديالة، وارتطام ما بينه وما بين الحارس علي رمضان كان ممكن يشكل خطورة على مرمى فريق ديالة. الحمد لله سلم حارس المرمى من هذه اللقطة، طبعا لقطة صعبة يعني. إذا تغيير لديالة، إن شاء الله بالسلامة لإشهاب الصالحي. شاب الصالحي سيغادر، ودخول منتظر عبد السادة. أول تغييرات المدرب شاب الصالحي، منتظر عبد السادة يشترك الآن. هذا هو منتظر، اللاعب اللي سبق وان لعب للكهرباء للميناء لزاخو.
وللقاسم. منتظر عبد السادة اللي اشترك الآن بديل لشاب الصالحي. هجوم الآن لفريق ديالى، عملية القطع من ماسس آرتن، تعود ليلي كرار إلى ماسس. سايمون مسوفا يحاول يمر، تدخل من مصطفى مؤيد على عبد الزهرة، يحاول التقدم على اللي دائما يتراجع للوسط على عبد الزهرة. عملية الهجوم الآن الطلبة الأنيق داخل منطقة الجزاء ومرت على مسوفا، مرت على مسوفا. قريب كان من التسجيل سايمون مسوفا داخل منطقة الست ياردات لمرمى فريق ديالى. هناك بعض المشاكل لدفاعات ديالى. لاحظ هنا اللقطة، هنا الإعادة. منتظر عادل داخل منطقة الجزاء ومسوفا كان قريب جدا لو لمست قدم مسوفا. لاحظ فلي حسن عملية الارتقاء، ومسوفا لو لامست الكرة قدم مسوفا لذهبت إلى المرمى مباشرة، لكن الكرة كانت بعيدة عن مسوفا، وفريق الطلبة كان قريب جدا من تسجيل هدف ثاني في مرمى ديالى. عائد أحمد السهيل للوسط، الطلبة على عبد الزهرة. زيد إسماعيل جهة اليسار، زيد أحمد السهيل عيدة لزيد إسماعيل. زيد عودة للخلف بدرقة، ينقل الكرة الأمام، أقرب لمنتظر قريب من علم الزاوية لمرمى فريق ديالى. مرور ممتاز من منتظر عادل، حاول يعكس كرة داخل منطقة الجزاء. مسوفا عملية تحضير لكن يعيدها بشكل خاطئ. مسوفا كان ممكن عملية اللف والدوران من مسوفا، وهنا المرتدة الآن ممكن ديالى عملية المرور، لكن قطع من زيد إسماعيل. وهناك خطأ على زيد، هذا علي رحيم اللي كان منطلق للأمام. علي رحيم، والعرقلة من زيد إسماعيل على علي رحيم مع وجود خطأ وركلة حرة لمصلحة فريق نادي ديالى في هذه اللحظة. ركلة حرة لديالى في هذه اللحظة. هذا هو محمد محسن اللاعب اللي يمتلك الخبرة طبعا، محطات كثيرة لهذا اللاعب طبعا. محمد محسن سبق وأن لعب للشرطة ولأمانة بغداد وأيضا للديوانية وأربيل. محطة الأخيرة مع أربيل خطيرة الآن، ممكن التعادل. ومنتظر كان المنتظر من منتظر عبد السادة أن يسجل في المرمى ويعدل لديالى. طارت إلى الخارج فرصة لديالى على مرمى الطلبة في هذه اللقطة. هذا ماسس آرتن ديالى سجل وألغي الهدف بداعي التسلل. وهذه اللقطة كان ممكن أن يكون هناك هدف لفريق ديالى، لكن أطاح بالكرة منتظر بعيدة عن مرمى الحارس فهد لتصبح ركلة مرمى لصالح الطلب. هذا منتظر عادل. فهد، كرة عالية من فهد. سايمون مسوفا يعيدها لحسين عمار. سايمون مسوفا يحاول التقدم. سايمون يخسر هذه الكرة. عادت من جديد الآن ديالى يحاول أن يعدل قبل نهاية الشوط الأول. هناك تدخل وخطأ على زيد، وبطاقة صفراء على زيد إسماعيل. بطاقة صفراء على زيد إسماعيل. زيد إسماعيل يتلقى بطاقة صفراء. لاحظ هنا الإعادة، دخول بهذه الطريقة بالفعل تستحق البطاقة. زيد إسماعيل والبطاقة الصفراء من الدولي. واثق محمد، ركلة حرة لصالح ديالى. نلعب في الدقائق الخمس الأخيرة للشوط الأول لهذا اللقاء. اليوم الأول للجولة 32 لدوري نجوم العراق بنسخته 47، ومن سيكون صاحب النسخة 47 في دوري الدوري العراقي، النسخة الثالثة طبعا لدوري نجوم العراق بمسماها الجديد، النسخة الثالثة لدوري نجوم العراق. لكن 46 نسخة ماضية، وهذه النسخة 47 من الدوري العراقي، ومرت إلى الخارج. 46 لقب سابق، والزوراء أكثر الفرق تحقيقا للألقاب 14 لقب، يليه نادي الشرطة ب8 ألقاب، ومن ثم القوة الجوية 7 ألقاب،
الطلبة 5 ألقاب، أربيل 4 ألقاب، وأيضا نادي الرشيد 3 ألقاب. هنا محاولة لصالح نادي الطلبة، بالإضافة إلى دهوك، الميناء، صلاح الدين، الجيش، نفط ميسان. 5 أندية لكل نادي لقب، ويصبح العدد 46 لقب سابق في دوري الكبار الدوري العراقي، وهذه النسخة 47. طبعا هناك 5 مواسم ألغيت بظروف مختلفة، 5 مواسم ألغيت بظروف مختلفة. هذا وفليه حسن. أيمن محمود مدافع فريق نادي ديالى، اللاعب التونسي. أنس مالك، لحد الآن لم يظهر أنس مالك، لاعب ومهاجم نادي ديالى. هناك التدخل، عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق الطلبة. فليح يعيدها إلى كرار محمد، كرة ترتطم لتعود دفاعات فريق نادي ديالى للوسط. اياد عبد فرحان، محمد محسن ينقلها الى مصطفى مؤيد، عمليه تمرير الامام، البحث عن كولينز اوباري، ممكن يشاهد مشاركه اللاعب تانديا، ابراهيم تانديا اللاعب المالي، ممكن يدفع به المدرب طبعا يامن الزلفاني. جهه اليسار او صادق سعدون هو اليوم اللي يقود الفريق على الخط الجانبي. كرة تعود للوسط على عبد الزارع، عادت زيد، مرور ممتاز من زيد. حكم المباراة يشير لوجود خطأ، ان شاء الله بالسلامة لزي اسماعيل. محمد محسن، اعتذار جميل محمد محسن، بطاقة صفراء على محمد محسن، يتقبل البطاقة الصفراء بكل روح رياضية. هو أحس أنه أخطأ في هذه اللقطة. خطأ لصالح نادي الطلبة، ركلة حرة مباشرة على محمد محسن. بطاقة صفراء على محمد محسن، هي ثاني بطاقة طبعا، الأولى كانت على زيد إسماعيل. كرة الوسط، هذا هو محمد محسن، حاول يمر، لاعب يمتلك الخبرة، لكن الطول على محمد محسن إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح ديالى البرتقالي. أفضل مركز لديالى طبعا 99 كان مع المدرب باسم قاسم، المركز السابع في جدول الترتيب بالنسبة لفريق ديالى، كان هذا أفضل مركز حقق ديالى في دوري الكبار، المركز السابع. المدرب الكبير والقدير باسم قاسم، مدرب أربيل اللي يقود أربيل بنجاح كبير خلال هذا الموسم طبعا، مدرب يعني أكثر من 30 عام هو موجود في الدوري العراقي، يبقى من أكبر المدربين في دورينا مع المدرب طبعا أيوب أوديشو، مع عودة حسن أحمد أيضا لتدريب فريق الكهرباء بعد استلامه لمهمة فريق الكهرباء خلفا للمدرب أحمد عبد الجبار. حسن أحمد وأيوب أوديشو وأيضا باسم قاسم من أقدم مدربي دورينا متواجدين حاليا. ركلة حرة إذن لصالح ديالى، هل يعدل قبل نهاية الشوط الأول داخل منطقة الجزاء بدرقة وعملية الإبعاد الإيراني، تعود من جديد. هناك مقتدى ينقلها داخل منطقة الجزاء، ومنتظر عبد السادة كرة تمر إلى خارج الملعب، منتظر عبد السادة كرة تمر إلى خارج الملعب. لاعب البديل لفريق ديالى، كم سيضيف حكم اللقاء الدولي واثق محمد للشوط الأول في هذا اللقاء؟ هذا مقتدى حسن، لاعب صاحب نزعة هجومية طبعا، مقتدى حسن ويلعب مدافع يمين، لكن عنده نزعة هجومية ممتازة. إذن 3 دقائق أعتقد أشار حكم المباراة وقت محتسب بدل ضاع للشوط الأول للقاء الطلبة وديالى لحساب الجولة 32 لدوري نجوم العراق، دوري نجوم العراق. عملية الهجوم، محاولة عن طريق حسين عمار تصطد وتبعد إلى خارج الملعب، اصطدت بعلي رحيم. إذن 3 دقائق طبعا بهذه النتيجة الطلبة يتقدم إلى المركز الرابع، والزوراء يتراجع إلى المركز الخامس مؤقتا. الزوراء بعد هذه المباراة عنده مباراة مهمة مع دهوك،
ماسس ارتن، رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الطلبة. رمية جانبية ماسس ارتن داخل منطقة الجزاء. الطلبة يحاول ان يسجل هدف اخر يخرج من الشوط الاول. الامور تكون طيبة، الخروج بنتيجة 2. لاحظ علي منصوريان الغاب عن مباراة اربيل وخسرها الفريق بنتيجة 3-2 امام اربيل الجولة الماضية. طبعا الطلبة خسر من اربيل. وهنا اعتقد اليوم يامن الزلفاني لاعب ايضا بداعي الحرمان في مباراة الموصل. رمية جانبية لديالة، مقتدى حسن عيدر الخلف، تمرير للامام، قطع ممتاز. اليوم دفاع الطلبة ممتاز لغاية الان امام محاولات ديالة. محاولة تمرير ماسس ارتن خطيرة 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 على مرمى الطلبة. عملية الابعاد من ميلاد، محاولة الرأسية لكن سهلة تصل لحارس المرمى فهد طالب. سلامات ان شاء الله، سلامات لكولينز اوباري، بالسلامة لكولينز اوباري في هذه اللقطة. بالسلامة لكولينز اوباري الغاني. هل هناك شيء خطأ؟ يبدو لي يحتسب حكم المباراة في الثواني الأخيرة من الدقائق اللي أضافها حكم اللقاء. هل يتمكن ديالة من العودة؟ هل ستكون الفرصة الأخيرة لديالة من كرة ثابتة؟ ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. الدولي واثق محمد. هذا عبد المجيد صبارة، هل سيكون هو على التسديد؟ عبد المجيد. لاحظ هنا اللقطة، هنا الإعادة. أحمد سهيل يتلقى بطاقة صفراء. أحمد سهيل بطاقة صفراء بعد التدخل بهذه الطريقة مع كولينز أوباري. هل ستكون الفرصة الأخيرة لديالة للبرتقالي لإسعاد جماهير الحاضرة بقوة في ملعب ديالة في هذا اللقاء؟ ركلة حرة مباشرة، خلاص الدقائق الثلاث انتهت. ركلة حرة على المرمى وفهد طالب خلاص. فهد طالب يؤمن على هذه الكرة، يؤمن على هذه الكرة. هذا اياد عبد فرحان، اياد عبد فرحان. اذا في هذه الاثناء ايها الاحبه مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكه الاعلام العراقي ودورينا، حكم اللقاء الدولي واثق محمد ينهي الشوط الاول من لقاء ديالة والطلبه. الشوط الاول ينتهي لصالح فريق نادي الطلبه بهدف لا شيء. سجل الهدف عن طريق اللاعب سايمون امسوفا في الدقيقه 22 من خلال هذا الشوط. استراحه قصيره ثم العوده بعد ذلك مع مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء. يلعب على عبد الامير المتقدم. على عبد الامير يلعب الكره العاليه، فقار يبحث عن الراسيه والابعاد من علي خالد. المتابعه من علاء سعد على تصويبه. جول 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 جول. علاء سعد يجلب السعد لفريق رفض ميسان، لفرسان المملكه، لابناء العماره بعد استلام ومتابعة للكرة والإبعاد الذي لم يكن بشكل مثالي من الحارس علي خالد. وعلى سعد صوب بقوة ليسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 56. شاهدنا الخروج من علي خالد وكانت هناك مضايقة ومساحمة من فقار، وعلى سعد استلم الكرة
وسدد بقوة، كانت صعبة جدا على علي خالد. شاهد علو، الله يا علاء على هذه التصويبة، تصويبة قوية جدا في سقف المرمى. هنا الكرة المشتركة الأخيرة، هل هناك عودة للفار؟ شاهد نعم، في سقف المرمى من علاء السعد، من هذا الأشول، من هذا اليساري، صاحب التسديدات القوية والقوية جدا. علاء السعد يجلب السعد ويتقدم، ما زالت مع السنغالي إلى نسيم صيود. خلاص ابن تونس، النصر التونسي يأتي بالهدف الثاني لفرسان المملكة. النصر التونسي يطير هنا في العاصمة بغداد. النصر التونسي يسجل الهدف الثاني القاتل. شاهد داوودة كيف حافظ على الكرة وتمريرة جميلة، هل كان متسلل أم لا؟ لكن هنا الهدف الجميل في الزاوية الصعبة على علي خالد. شاهد كيف لعبها بالزاوية الصعبة من نسيم صيود، يضع كرة الهدف الثاني. وهنا نسيم صيود له للعمارة معلميه للعمارة على الدبكة الجميلة، دبكة العمارة الجميلة، ونسيم صيود على طريقة أهل العمارة يحتفل بهذا الهدف الثاني. وهنا شاهد حسرتني هذا محمد، واحمد كاظم يطلب من مصطفى محمد الرجوع، تلعب من احمد عايد. هنا الراسية، جول ياسر ناجي يسجل الهدف الأول. يقلص النتيجة. احذروا الكهرباء بعد الدقيقة 90. سابع هدف لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90، أو الهدف الثامن، نعم الهدف الثامن لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90. أفضل فترة لتسجيل الأهداف بالنسبة لنادي الكهرباء وبعد الدقيقة 90، حيث سجل 7 أهداف، وهذا هو الهدف الثامن عن طريق ياسر ناجي الذي يقلص النتيجة. هل هناك عودة للكهرباء؟ أمير يلعب الرمية الجانبية، محاولة الإبعاد، أحمد عبد الرضا، دخلنا الدقيقة الثالثة. علي خالد ماذا تفعل؟ جول، هدف قاتل. فريق نفط ميسان يسجل هدف قاتل في الدقيقة 13 بعد الدقيقة 90. فريق نفط ميسان أيضا يسجل بعد الدقيقة 90، يسجل هدفه الرابع في هذا الوقت بعد الدقيقة 90. أحمد عبد الرضا بعد غياب طويل من المشاركة يدخل ويسجل هدف بطريقة فيها الكثير والكثير من الاستغراب والاستفهام من حارس المرمى علي خالد الذي يبعد كرات خطيرة لكن يفشل بمسك الكرة. عبد الله الى الامام، نقلها المنتظر عبد الامير، منتظر حاول، منتظر والمرور والتوغل والدخول والمحاولة والتمرير والهدف الاول لأمانة بغداد. هدف اول لأسود العاصمة بانطلاقة وبمجهود فردي من منتظر عبد الامير، يخترق وينطلق، لا يريد ان يبتعد كثيرا عن التسجيل او الصناعة. نعم، حضر وسجل في المباراة الماضية وبثنائية من خلالها ارتقى بالفريق وانتصر، والآن يمر ويخترق ويصنع ويمرر. برو فلافيو الأنغولي يحتفل نعم مع مواطن بيدرو آمور، وبالرقصة التقليدية الأنغولية يحتفلون وبسعادة غامرة. برو فلافيو يسجل رابع أهدافه في الدوري. سيدريك ناكا هذا هو منتظر، هذا هو المصدر، هذا هو الممرر، هذا هو المنطلق، وبمجهود كبير له 85% من الهدف، 85%
من الهدف. الانطلاق من أمام علي لطيف والمرور والاختراق والتمرير، والهدف الأول لمصلحة نادي أمانة بغداد، والمرور والعبور وتسجيل أول أهداف المباراة. أمامية، محاولة عرضية، متابعة رأسية، الله الله، نسور الحدباء وبراسية دحام إبراهيم يعود بالنتيجة، يتمكن من تعديل النتيجة وبراسية رائعة على مرتين في شوط المباراة الأول. كانت مباراتهم كانوا هم الأقرب للتسجيل، ولكن تغير كبير في شوط المباراة الثاني، تراجعوا، ولكن تحدثت وقلت بأن الفريق يقترب من التعادل، يقترب من التسجيل، واقترب وسجل دحام إبراهيم على مرتين بمحاولتين من روش بونينغ. جاءت الأولى نعم أو على الدين الدالي، على الدين الدالي بكرة وتمريرة أمامية على الدين الدالي، أسيست رأسية، ومن هناك دحام إبراهيم يقتلع من هناك هدف التعادل ويقتنص هدف أول لفريق نادي الموصل في هذه اللحظات بعرضية متقنة على رأس اللاعب علاء الدين الدالي، ومن هناك يودعها دحام إبراهيم بهدف التعادل. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة، محاولة، فرصة، جول، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء سليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء سليمانية. راستوكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء سليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة، محاولة، جول، الله 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 الله، عادت الغزلان إلى صولاتها المعهودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات، الله الله الله، النجف يبحث عن هدف، جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة، وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم، عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني، جول ثاني يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. فرحة كل جمهور النجف في المدرجات وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. الحارس في جهة والكرة في جهة، يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبة الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبة، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا
القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبا، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبا. شوف بيلي عادم كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم بالكرة الماضية، لكن هدف سجل بالنسبة للشرطة. إذن الشرطة هدف، القرمة لا شيء. بداية قوية خضراء بأراضي أو بأرضية ملعب الجولان. هدف أول بهذه اللحظات. ما هي ردة الفعل لصقور الغربية؟ لنشاهد ما هي ردة الفعل لصقور الغربية. ليونيل أتيبا. لنشاهد الآن أيمن حسين على التنفيذ بانتظار الصافرة. أيمن حسين والقرمة، صقور الغربية. أيمن، الله 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 الله، حلقت صقور الغربية، حلقت القرمة. يقدمون واجب الضيافة للقيثارة وهدف التعادل بأقدام المونديالي. أيمن حسين يصل لهدفه التاسع هذا الموسم، ونعم هدف التعادل بهذه اللحظات. الله 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 الله، نعم أيمن حسين هو أيمن المونديالي. لم يكتفي بالتسجيل على بوليفيا، فهذا اللاعب يسجل في كل مكان وزمان. من أهدى الفرحة للملايين لن يقصر بنشر الأفراح لأهالي الأنبار. التعادل الآن. داخل منطقة الجزاء ديالا البرتقالي ممكن يفعلها فيما تبقى من ثواني. الله 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 الله، ما أروعك يا عبد فرحان. الله، الآن جمهور ديالا فرحان. أي تسديدة قوية، أي هدف جميل. الله الله على اياد عبد فرحان. يطلق صاروخ من اياد عبد فرحان، يسكنها في شباك مرمى النفط في الزاويه الصعبه جدا على حارس حسين الحسوني. لاحظ الانطلاقه من جول الدوباري اللي هياها الى مقتدى، اللي مر من امام اللاعب سامسون دير ومقتدى عمل ممتاز من مقتدى حسن اللي هياها لاياد عبد فرحان، اللي سدد بقوه اياد عبد فرحان ليسكنها في شباك النفط، يسجل اول اهداف اللقاء. الله على هدف جميل، الله على هدف رائع لفريق ديالا وعن طريق اياد عبد فرحان، وهو رابع اهدافه خلال هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى اربيل، وهدفين على فريق نادي القاسم. الان ياتي ويسجل في مرمى النفط، واحد من اجمل اهداف هذه الجوله. الان اياد عبد فرحان يضع فريق نادي ديالا بهدف التقدم على نادي النفط. بينما هنا همان طارق على التنفيذ لركلة ركنية، بينما خطير. الله الله الله، مارلين الأوزبكي هز الشباك. شوبانوف يتقدم بأول أهداف المباراة بالنسبة لنادي أربيل. هولير الإمبراطور يتقدم في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. هكذا إذن فرحة الأنصار من على المدرجات في الدقيقة 42. شوف الكرة الأولى اللي كانت بالقائم، بعد ذلك تابع الكرة بهذا الإصرار الكبير الأوزبكي مارلين شوبانوف يسجل بالكرة الماضية، وبالتالي مارلين ثاني أهدافه بهذا الموسم، وثاني أهدافه على التوالي. ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، هنا عودة لمجريات الشوط الثاني لقاء الطلبة وديالا بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح الطلبة بهدف لا شيء. الهدف سجل عن طريق اللاعب التنزاني سايمون مسوفا، هداف فريق الطلبة اللي رفع رصيده إلى 8 أهداف خلال هذا الموسم. إذا حكم اللقاء الدولي واثق محمد
يطلق الصافرة للإعلان عن البداية للشوط الثاني للقاء الطلبة وديالى بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بهدف. إذا الطلبة يغير على مستوى التشكيل. كرار سعد يشترك الآن، من هو المغادر من فريق الطلبة، وكرار سعد يشترك بديلا عنه في هذه اللحظات في مطلع الشوط الثاني. لا وجود لتغييرات على مستوى التشكيل بالنسبة لفريق نادي ديالى عدا الشوط الأول بعد اشتراك منتظر عبد السادة بديلا للاعب شاب الصالح. كرة من جهة اليسار ديالى، جماهير ديالى والصمت يطبق على مدرجات ملعب ديالى. هنا المحاولة ديالى داخل منطقة الجزاء ومرت من أمام ماسس آرتن إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا عبد المجيد صبارة اللاعب اليمني، هذا وكرار سعد اللي اشترك في مطلع الشوط الثاني. كرار سعد بديل لمنتظر عادل، يغادر منتظر عادل وكرار سعد يشترك في هذه الأثناء. وأيضا حبيب الوسلاتي يشترك الآن. حبيب الوسلاتي أعتقد فليح حسن هو اللي غادر. كرة عالية الأمام لمصلحة فريق نادي الطلبة، عادة الوسط مرة أخرى أقرب لزيد إسماعيل، يعيدها للخلف. كرار سعد حبيب الوسلاتي اللاعب التونسي اللي اشترك أيضا في مطلع الشوط الثاني. عملية الهجوم الآن الطلبة، الأنيق سجل هدف في الشوط الأول، يريد أن يضاعف النتيجة، يريد أن يعود بنقاط المباراة إلى العاصمة في هذا اللقاء. الطلبة كرة النقل الأمام، لكن قطع حاضر من دفاعات ديالى، صراع قريب من الخط الجانبي. مصطفى مؤيد، تمريرة لكولينز أوباري، طبعا سجل وألغي الهدف بداعي التسلل. كولينز أوباري، ماسس آرتن، تمريرة خاطئة. هذا عبد المجيد صبارة يحاول لكن قطع من أمام عبد المجيد صبارة. أحمد حسين عمار للوسط، حبيب لحسين لكن بعيدة إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لديالى من الجهة البعيدة. رمية جانبية، هذا حبيب الوسلاتي قدم مستويات جيدة حبيب الوسلاتي مع الطلبة خلال هذا الموسم، عنده 5 أهداف على النجف والقرمة والغراف والكهرباء والشرطة. حبيب الوسلاتي. هنا حكم اللقاء الدولي واثق محمد، والحديث بالسلامة إن شاء الله لحسين عمار، يشكو من الإصابة حسين عمار. قريب منه منتظر عبد السادة. تنفذ رمية جانبية ديالى، كرة النقل الأمام. كولينز أوباري عيدها بشكل خاطئ. زيد إسماعيل إلى مسوفة، كرة يتناقلها لاعبي الطلبة. عملية تغيير هناك على الجانب الأيمن. الطلبة يحاول تكون بداية قوية من خلال الشوط الثاني، لا يريد مفاجأة من لاعبي ديالى والعودة لأجواء المباراة. هنا علاء، مرور ممتاز من علاء عبد الزهرة، يطلب المساندة علاء عبد الزهرة. عيد الخلف لكن الطول إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي ديالى من الجهة البعيدة. مصطفى مؤيد يعيدها للخلف إلى منتظر، حاول التمرير الأمام. منتظر للأمام، خط الهجوم لفريق ديالى لا زال بعيد تماما عن مرمى الحارس فهد من خلال البداية للدقائق الأربعة الأولى. عملية تغيير، مقتدى حسن جهة يمين فريق ديالى يحاول يمر. مقتدى يعود للخلف، مقتدى عودة للوسط من علي الرحيم لمقتدى لكن طارت على مقتدى إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الطلبة. هذا وكرار سعد. أحمد سهيل غادر، منتظر عادل غادر، يشترك كرار سعد ويشترك حبيب الوسلاتي. تغييرات نادي الطلبة، بينما فقط تغيير وحيد لمدرب فريق ديالى يامن الزلفاني. مرور ممتاز من كولينز أوباري داخل منطقة الجزاء، خطيرة ممكن. وفهد طالب، فهد طالب. هناك راية، مساعد الأول مقداد عقيل يعلن عن وجود خطأ وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي الطلبة. لاحظ الإعادة، هناك تسلل واضح التسلل
حالة تسلل. عبد المجيد صبارة كان في موقف تسلل. كرة عالية الأمام، قطع موجود. أيمن محمود عادت للوسط الآن. أنس مالك عيد الخلف لمنتظر عبد السادة. عبد المجيد أقرب لكولينز، قريب منه ماسس. آرتن، عملية الإبعاد من ماسس آرتن، وصلت لمصطفى مؤيد. عبد المجيد كرة الوسط لأنس، لكن طارت على أنس، أقرب لحبيب الوسلاتي. عملية الهجوم والبحث دائما عن مسوفة، لكن بعيد عن مسوفة. أقرب لدفاعات ديالة. بدأ دفاع ديالة يشعر بالخطر من مسوفة. الشوط الأول سجل كرار سعد. عيد الخلف، عملية تمرير حبيب الوسلاتي، قطع ممتاز. محاولة عادة الوسط لأنس مالك، مرور ممتاز من أنس، ينقل كرة الأمام. أنس هجوم الآن لمصلحة فريق نادي ديالة، وهناك كولينز وباري، ضغط من ماسس آرتن، خطأ على ماسس آرتن وخطأ ركلة حرة لصالح نادي ديالة. ركلة حرة لديالة. لاحظ هنا عملية الدفع من ماسس آرتن على كولينز وباري. ركلة حرة مباشرة لديالة، لم يستغل الكرات الثابتة اللي تحصل عليها لاعبي فريق ديالة من خلال الشوط الأول، خصوصا الفرصة الأخيرة اللي كانت في الوقت المحتسب بدل ضاع كانت قريبة جدا على مرمى فريق الطلبة، لكن أضاعها أياد عبد فرحان. ركلة حرة إذن لأديالة في هذه اللحظات. أيمن محمود مع التقدم للأمام داخل منطقة الجزاء. أيمن محمود هدفين على نادي القاسم وعلى بغداد داخل منطقة الجزاء، وخطيرة على مرمى الطلبة. عملية الإبعاد من كرار سعد، المحاولة مستمرة، ومقتدى حسن يحاول ينقلها من جديد داخل منطقة الجزاء لمرمى الطلبة. محمد محسن يعيد الخلف، أقرب لمقتدى جهة يمين فريق ديالة. مقتدى كرة عالية، ماسس آرتن، قطع ممتاز من ماسس. تعود من جديد ديالة، يحقق أفضلية من خلال الدقائق الثمان اللي مرت من بداية الشوط الثاني حتى هذه اللحظات. يستحوذ، ينتشر في ملعب الطلبة والاعتماد على المرتدات. منصوريان مدرب الإيراني مع فريق الطلبة. هذا كرار سعد ينقل كرة للأمام، هذا فليح حسن، يحاول يمر فليح، ممكن للأمام لكن طالت على فليح. عودة لعلاء، دورة إلى زيد للوسط. ماسس، تغيير اللعب هناك من كرار، أقرب لحبيب الوسلاتي. طلبة الأنيق، فليح أقرب لحبيب الوسلاتي. فليح يعيدها لجهة اليسار. كرار يعيدها بشكل خاطئ. كولينز أوباري، عملية تغيير هنا على الطرف الأيمن. مقتدى يحاول يمر، يحاول ينطلق للأمام بينه وبين كرار. مقتدى حسن جهة يمين فريق نادي ديالة، يحاول يمر مقتدى، يعيدها للخلف، أقرب لأنس مالك. أنس، دورة إلى محمد محسن، لكن الطول على محمد محسن مع التغطية من حبيب الوسلات التونسي. عملية تغيير إلى زيد إسماعيل، سرعة في الأداء لكن دون خطورة قريبة على المرمى بالنسبة لفريق الطلبة وأيضا بالنسبة لفريق ديالة. هذا حبيب يحاول يمر، تونس، ويا مكثر اللاعبين التوانسة الموجودين مع فريق ديالة، يعني 5 لاعبين مع فريق ديالة تونسيين والمدرب تونسي، يعني 6 موجودين مع ديالة من تونس. كرة لحبيب داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى ديالة. عملية القطع موجود لدفاعات ديالة، عادت لكرار سعد. الطلبة بدأ من جديد والضغط على مرمى فريق ديالة، سوف انقلب بشكل خاطئ. هذا محمد محسن، محمد للوسط، طالت على عبد المجيد. زيد اسماعيل، حسين عمار يخسر الكرة. حسين عمار ممكن يفعلها فريق ديالة، ممكن كولينز وباري اللاعب الغاني، ممكن فريق ديالة. كولينز بمفردة امام دفاعات الطلبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة ممكن يعدل الان، ممكن يعدل انس، ممكن يسجل انس. محاولة لديالة لكن تصطد بدفاعات الطلب. انس مالك، وهنا تدخل من انس مالك مع وجود رمية جانبية لمصلحة فريق نادي ديالة.
أشار الاستمرار لا وجود الخطأ. هذا هو أنس مالك صاحب المحاولة قبل قليل على مرمى فريق الطلبة. أنس مالك. إذن تغييرين، غيث معروفي بديل لحسين عمار. غيث معروفي لي حسن يغادر، حسين عمار يغادر، دخول لعلي سعد بالإضافة إلى غيث معروفي. محاولة لصالح نادي ديالى قريبة لمنطقة الجزاء للطلبة. إذا تغييرين للمدرب علي منصوريان المدرب الإيراني لفريق الطلبة، يحاول يعزز من خط الوسط المدرب علي منصوريان. يحاول فريق الطلبة الحفاظ على النتيجة، على تعزيز النتيجة، الخروج بنقاط المباراة، تعويض الخسارة في الجولة الماضية. كل هذا الحديث يدور للمدرب علي منصوريان وأيضا لفريق الطلبة، ونفس الحال ينطبق على فريق نادي ديالى وفريق ديالى. ماسس آرتن جهة اليمين، علي سعد اللي اشترك قبل لحظات. علي سعد ينقل الكرة للأمام، ممكن حبيب الوسلاتي قريب لمنطقة جزاء ديالى، داخل منطقة الجزاء خطيرة لكن بعيدة كرة حبيب الوسلاتي إلى خارج أرضية الملعب بركلة مرمى. ركلة مرمى لديالى. كرة من قول الوسط، ماسس آرتن، كرار محمد جهة اليمين، عملية الهجوم الآن الطلبة وعملية المرور من غيث معروفي يحصل على خطأ. لاعب التونسي أيضا يشترك. كرة الوسط أقرب لكرار سعد، كرار مدافع اليسار، لاحظ اللقطة في أسفل الشاشة. كان المرور من غيث معروفي. هذا ماسس آرتن. رغم أن الطلبة في بعض الأحيان يستحوذ، في بعض الأحيان أيضا نشاهد ديالى يستحوذ، لكن المرور إلى المرمى ممكن مسوفة يفعلها في الشوط الثاني، لكن طالت على مسوفة. مرة تشاهد الاستحواذ لفريق ديالى، مرة تشاهد الاستحواذ لفريق الطلبة، لكن هذا الاستحواذ بدون خطورة على مرمى الفريقين. لاحظ هنا الإعادة، كانت محاولة فقط لأنس مالك ومحاولة الآن لفريق الطلبة عن طريق اللاعب سايمون مسوفة. هذا هو التنزاني، هذا عمار داخل، هذا تانديا. البدلاء الآن لفريق ديالى، بدأ المدرب يامن الزرفاني. إذن محمد محسن يغادر بالإضافة إلى أياد عبد فرحان. لاحظ هنا أياد عبد فرحان يغادر مع محمد محسن وإبراهيم تانديا، بالإضافة إلى اللاعب اللي اشترك هو عمار داخل. تغييرين للمدرب يامن الزلفاني، عملية الهجوم. هذا هو تانديا، 4 أهداف ويسدد على المرمى، لكن فهد الله لأول لمسة لتانديا. إبراهيم تانديا المالي 3 أهداف وسجل في مباراة الذهاب في مرمى الطلبة، المباراة اللي انتهت 1-1 على نوروز وعلى الكرخ. أهداف اللاعب إبراهيم تانديا. زيد إسماعيل عودة للخلف، طلبة الأنيق، محاولة التمرير لمسوفة لكن بعيدة عن مسوفة، أقرب لعلي رمضان. لم يختبر كثيرا في الشوط الثاني. مرور ربع ساعة في الشوط الثاني، 60 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. ولا زال الطلبة متقدم على ديالى بهدف مسوفة منذ الشوط الأول. فهد اهتز الشباكة لكن ألغي الهدف بداعي التسلل، كان عن طريق اللاعب كولينز أوباري اللاعب الغاني.
هذا علي سعد احد بدلاء الطلبه، عنده هدف على زاخو علي سعد. فهد طالب، كرة طويلة من فهد. مصطفى مؤيد عالية طريق المنتصف، عملية تغيير من زيد، تعود إلى كرار سعد. زيد من جديد ينقل الأمام زيد. طلبة أقرب لعلاء حبيب، الوسلاتي. حبيب يعيدها لعلاء عبد الزهرة. كرة يتناقل لاعبي فريق الطلبة كرار، يعيدها لحبيب من جديد لكرار. تمرير الأمام إلى غيث، المتقدم الأمام غيث معروفي. محاولة داخل منطقة الجزاء لو وصلت نمسوفة، لكن أيمن محمود عملية الإبعاد تعود لغيث. محاولة تستمر لفريق الطلبة على مرمى فريق ديالى. عودة للخلف، أقرب لكرار داخل منطقة الجزاء. إبعاد من دفاعات ديالى، إبعاد من دفاعات ديالى. ديالى يحاول العودة، يحاول أن يسعد جماهيره في هذا اللقاء، لا يريد خسارة جديدة فريق ديالى. عملية تغيير من إبراهيم التاندية. عملية الهجوم الآن ممكن عبد المجيد. لاحظ علي منصوريان يطلب من لاعبي التراجع امام محاولات ديالى، لكن طالت الى خارج الملعب، طالت من امام مقتدى حسن الى ركله مرمى. مقتدى حسن هنا. زيد اسماعيل صاحب الاسيست الجميل في هذا اللقاء للاعب مسوفة. كرار محمد داخل منطقة الجزاء. مسوفة محاولة خطيرة على المرمى، تسديدة من علاء، خطيرة من علاء. محاولة لفريق الطلبة، اقرب لماسس ارتن، غير لعب لجهة يمين ماسس الى غيث معروفي. محاولة طلبة داخل منطقة الجزاء. مسوفة ممكن، لكن أيمن محمود في اللحظة الأخيرة وإبعاد إلى خارج الملعب لركلة ركنية لصالح فريق نادي الطلبة، لصالح نادي الطلبة. هذا هو مسوفة. منتظر عبد السابق أحد بدلاء فريق ديالى، واشترك في الشوط الأول، هذا اشترك في الشوط الثالث طبعا. هذا علي سعد. سوف مراقب من قبل دفاعات فريق ديالى في هذه اللحظات. 3 ركنيات للطلبة مقابل ركنية وحيدة لفريق نادي ديالى. ركنية على القائم الأيمن، ممكن يستغل واحدة من الكرات الثابتة الطلبة ليسجل هدف آخر، ليعزز النتيجة بهدف آخر. محاولة داخل منطقة الجزاء مع تراجع كولينز أوباري، وهناك تدخل وخطأ لصالح نادي ديالى. ركلة حرة لديالى. هذا زيد اسماعيل، لاحظ زيد والتدخل والخطأ. المجيد صبارة يحصل على خطأ اللاعب اليمني. اصبح من الملاعب الجميلة في العراق طبعا ملعب ديالى. حلوة إدارة ديالى على هذا العمل الكبير وهذا المنجز لهذا الصرح الجميل بالنسبة لملعب فريق ديالى. يعني كان بعيد الموسم الماضي عن ملعبه، أيضا بداية هذا الموسم كان بعيد عن هذا الملعب، لكن بعد الإدامة بعد الصيانة ليظهر بهذا الشكل الجميل ملعب فريق ديالى، ليحتضن المباريات الكبيرة، يحتضن أيضا مباريات لفرق أخرى. وشاهدنا الطلبة أيضا لعب على هذا الملعب، وكان إلى ملعب الافتراضي الشرطة لعب على هذا الملعب، الشرطة والجوية طبعا لعبوا على هذا الملعب. لاحظ هنا الإعادة، هنا السحب اللي كان واضح من كرار محمد مع وجود خطأ لمصلحة فريق نادي ديالى. كولينز أوباري يشكو من إصابة. كولينز أوباري يشكو من إصابة. كولينز أوباري صغير وكبير، الكل حاضر على مدرجات ملعب ديالى. يتوشح جمهور ديالى باللون البرتقالي حبا لهذا القميص البرتقالي، بينما على الجانب الآخر الأزرق الطلبة وجمهور الطلبة العاشق والحب
الازلي لفريق الطلبه، الفريق الكبير الانيق. لاحظ رغم الخساره الابتسامه حاضره موجوده على محيا وجوه جماهير دياله. الدولي واثق محمد وكولينز اوباري ان شاء الله بالسلامه لماسس. هذا ميلاد بدرقه اللاعب الايراني. ركله حره اذا لفريق دياله. دانديا على التنفيذ داخل منطقه الجزاء بعد من دفاعات الطلبه. محاوله مستمره ممكن الان يفعلها دياله. خطيره خطيره خطيره. وفاها الطالب، وفاها الطالب وخطا على عبد المجيد صبان. خطا على عبد المجيد صبان. تحدث قبل المباراة عبد المجيد صبارة في المؤتمر الصحفي، قال سنقدم أفضل ما لدينا داخل الملعب ونسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط. لكن هذا الكلام لم يطبق على أرض الواقع، على اعتبار أن الطلبة هو المتقدم على فريق دياله. ولا زال للمباراة بقية، ممكن نشاهد عودة فريق دياله. بالسلامة إن شاء الله لفهد، بالسلامة لفهد. مستويات مميزة طبعا، واحد من حراس الخبرة في دورينا فهد طالب، بالإضافة إلى جلال أحمد باسل، أسماء اللي كان لها دور مع الأندية اللي يمثلوها طبعا. عبد المجيد صبارة لاعب اليمني، والخطأ لصالح نادي الطلبة. كرة عالية الأمام، عملية الإبعاد من أيمن محمود إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح نادي الطلبة من الجهة القريبة. رمية جانبية من الجهة القريبة، هذا أيمن محمود. ممكن نشاهد مشاركة أيمن صفاقس هداف لفريق نادي دياله، اللاعب التونسي الآخر موجود على دكة البدلاء، ممكن يدفع به المدرب طبعا يامن الزلفاني في قادم اللحظات. صادق سعدون مساعد لمدرب يامن الزلفاني طبعا، وتحدث عن هذه المباراة وقال تنتظرنا مباراة مهمة أمام طلبة المتطور، ولعب للطلبة، لعب للجوية، وأيضا احترف في كوريا الجنوبية طبعا صادق سعدون. تم العمل على تصحيح الأخطاء اللي ظهرت في مباراة الموصل. جهة اليمين، هذا كان الحديث لصادق سعدون. محاولة تعود، مقتدى حسن منصوريان أيضا تحدث عن صعوبة هذه المباراة. منصوريان مدرب فريق نادي الطلبة المدرب الإيراني. هذا مصطفى داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى الطلبة، خطيرة على مرمى. أوه سلامات 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 لأنس مالك، سلامات لأنس مالك. حديث الآن حكم المباراة يستدعي كادر الطبي. هناك صيحات على المدرجات يطالبون بشيء لاعبي فريق دياله. إذا سقوط لاعبان في هذه الأوقات. إن شاء الله بالسلامة لكرار سعد. أعتقد أنس مالك، إن شاء الله بالسلامة لأنس وكرار. الارتطام فيما بينهم، وهذا ماسس آرتن. ماسس نحن نحترم فريق دياله، سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد جماهيرنا وتعويض الخسارة أمام أربيل. هذا ما تحدث من خلال ماسس آرتن مدافع فريق نادي الطلبة. لاحظ الارتطام داخل منطقة الجزاء. أوه ارتطام قوي. وزيد، هذا زيد إسماعيل مع أنس مالك. إن شاء الله بالسلامة لأنس مالك. ركلة مرمى للطلبة، حارس المرمى فهد طالب. إذن زيد سيعود. محمد مصر أعتقد سيكون قريب للتغيير بالنسبة لفريق نادي الطلبة من خلال هذه اللحظات. المدرب علي منصوريان
حاول اشراك لاعب وسط، عمليه تمرير، البحث عن مسوفه لكن قطعت من امام مسوفه، تعود من جديد جهه اليمين معروفي الى الوسلاتي، حبيب الوسلات وغيث معروفي. المحاوله تستمر، فريق الطلبه داخل منطقه الجزاء لكن بعيده عن لاعبي الطلبه، تمر الى خارج الملعب بركله مرمى لصالح نادي دياله. هذا حبيب الوسلاتي. 71 دقيقة 19 دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة. هل يستمر الطلبة بهذا التقدم إلى نهاية المباراة؟ ونقاط جديدة بالنسبة لفريق الطلبة، يتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا بدلا من الزوراء، وهنا مسوفة يغادر ومحمد مزر يشترك، وأيضا تغيير لفريق نادي ديالة في هذه اللحظات. هذا صبارة هو اللي غادر. من هو اللي اشترك الآن؟ هذا طبعا أيمن صفاقسي. كرة الأمام، عملية الإبعاد، دفاعات الطلبة، حارس المرمى علي رمضان. كرة طويلة، أقرب لمقتدى، عملية التمرير، أنس مالك عيد للخلف، أنس محاولة ديالة داخل منطقة الجزاء، يهاجم بأكثر من لاعب ديالة، المحاولة تستمر، أقرب لمقتدى وتدخل من كرار تصطد بمقتدى وتمر إلى خارج أرضية الملعب. إلى ركلة مرمى لصالح نادي الطلبة. هذا هو أيمن الصفاقسي اللي اشترك، هدف على الجرمة وعلى النفط وعلى نادي القاسم. هدف اللاعب أيمن صفاقسي اللي اشترك في هذه اللحظات. حاول إشراك مهاجم، وأيمن صفاقسي مهاجم. حسين يونس ايضا، كولينز اوباري هو اللي غادر، وعبد المجيد صباره غادر، ايمن صفاقسي اشترك، وايضا حسين يونس بدلاء فريق نادي ديالة. كرة عالية ممكن مع البدلاء، ديالة يغير نتيجة المباراة، يغير يعود الى التعادل امام فريق الطلبة في هذا اللقاء. هذا انس مالك اللي اصبح كابتن لفريق ديالة بعد خروج محمد محسن. كرة عالية للامام على عبد الزهرة، اصبح مهاجم صريح في خط الامام بعد خروج مسوفة. محاولة تعود من جديد لمصلحة ديالة وعملية القطع موجودة. هذا محمد مزر ينقل الى جهة اليسار الى على عبد الزهرة، حاول يمر الى علي سعد، علاء سعد، على عبد الزهرة، على محاولة نقل الكرة ما بين لاعبي فريق الطلبة، تعود إلى زيد إسماعيل، زيد لكن بعيدة عن حبيب الوسلاتي وأقرب لحارس المرمى علي رمضان، حارس المرمى لنادي ديالة. علي رمضان أخذ الثقة بشكل كبير هذا الحارس بعد اشتراكه في المباريات الأربعة الأخيرة بالنسبة لفريق نادي ديالة. كان سجاد محمد هو الحارس الأساسي لفريق ديالة، لكن أخذ فرصة الحارس علي رمضان وبدأ يشترك كحارس أساسي في المباريات الأخيرة بالنسبة لفريق ديالة. كرة من جهة يسار خطأ، هذا عمار داخل، اللاعب القادم من نادي القاسم اللي أمضى 6 مواسم في دوري الكبار سيغادر دوري الكبار بعد إسدال الستار عن هذا الموسم. نادي القاسم سيكون خارج حسابات الموسم المقبل. فريق الآن هو الوحيد الهابط بانتظار فريق آخر سيرافق فريق نادي القاسم، وأيضا فريق صاحب المركز الثامن عشر سيلعب مباراة البلاي أوف مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز العراقي. عمار داخل للوسط الآن ديالة، محاولة تبقى ديالة، أيمن محمود، علي رحيم، تانديا جهة اليسار، مصطفى مؤيد قريب منه، تانديا، إبراهيم تانديا المالي، كرة داخل منطقة الجزاء لمرمى فريق
الطلبة، ومقتدى حسن مر من امامه الى خارج ارضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي الطلبة. حسين يونس اشترك، هذا هو كرار سعد، تنفذ ركلة المرمى لفريق الطلبة. كرار عاد الى خارج ارضية الملعب. كل مدرب اشرك تغييراته الخمسة من خلال هذه المباراة، يعني خلاص استنفذ تغييراته مدرب الطلبة علي منصوريان، وايضا خلاص استنفذ تغييراته الخمسة مدرب فريق نادي دياله يامن الزلفاني. يعني اذا لا سمح الله حصل اي اصابة او شيء مما، يعني فريق سيكمل المباراة ب10 لاعبين سواء كان الطلبة او فريق دياله. كرة للوسط الان، ايمن محمود، حاول فريق دياله عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الايسر، لكن عملية القطع من امام مصطفى مؤيد عادت لحبيب الوسلاتي اللي يشغل جهة اليمين بالنسبة لفريق الطلبة. كرة النقل من محمد لكن بشكل خاطئ، عادت لفريق دياله. انس مالك، انس الى ابراهيم تانديا، حاول يمر ابراهيم تانديا، يبقى الكرة الامام ابراهيم تانديا. عمار او حسين يونس الى مقتدى، تصطد وتعود لمصلحة فريق نادي الطلبة. محمد مسر يخسر هذه الكرة، محمد مسر اللاعب بداياته من نفط ميسان اللي زال متأخر بنفس التوقيت لهذا اللقاء امام فريق زاخو ب3 اهداف مقابل هدف واحد. نفط ميسان هو اللي كان بادئ في التسجيل، لكن الان نادي زاخو يقلب الطاولة على فريق نفط ميسان، يتقدم 3-1. الشرطة يتقدم على نادي النفط بهدف لا شيء. الشرطة يريد ملاحقة القوة الجوية والمحاولة تستمر بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح نادي دياله من الجهة البعيدة، هذا على عبد الزهرة. هجوم الآن أقرب لماسس آرتن، قطع ممتاز من ماسس. عادل لصالح نادي الطلبة، تمرير الأمام محمد مسر، عيدها للوسط زيد اسماعيل، تغيير اللعب جهة اليسار. علاء سعد يقل كرة أمامية وعلاء عبد الزهرة، لكن بعيدة عن علاء عبد الزهرة تصل لحارس المرمى. تعود لصالح نادي دياله. أيمن محمود، حسين يونس يحاول يمر حسين من أمام لاعبي فريق الطلبة، لكن لاحظ حسين يونس صعب الاختراق والمرور من امام لاعبي فريق الطلبة. وعلى فكرة حسين يونس سبق وان مثل الطلبة ايضا، مثل الميناء، الشرطة، الطلبة، النجف، وقادم لفريق دياله من الرمادي اللي يلعب في الدوري الممتاز العراقي. هذا علي سعد، علي سعد احد بدلاء الطلبة، لاعب القادم من الغراف. وهنا خطأ على الطلبة، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة دياله. كرار محمد يرتكب خطأ، كرار محمد يرتكب خطأ، ركلة حرة لصالح نادي دياله، ركلة حرة مباشرة لدياله. مدرجات ملعب دياله، لاحظ الغليان على مدرجات ملعب دياله لجمهور دياله في هذه اللحظات، يريدون العودة لأجواء المباراة. دياله هو حقق نتائج جيدة، لكن آخر مباراتين خسر من الزوراء وخسر من الموصل، وقبلها كان حقق انتصار على فريق النفط. هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء، ترتطم بدفاعات الطلبة وتمر إلى خارج الملعب لركلة ركنية. أيمن صفاقس، أيمن صفاقس إبراهيم تانديا، ركنية الآن
لدياله على القائم الايمن لمرمى الطلبه فهد، والتوجيهات لزملائه في هذه اللحظات داخل منطقه الجزاء خطيره، لكن انس مالك الى خارج ارضيه الملعب، ركله مرمى لصالح نادي الطلبه. سلامات ان شاء الله كرار سعد والاشتراك مع انس مالك. ركله مرمى 10 دقائق تصلنا عن نهايه المباراه. هذا على عبد الزهره، على عبد الزهره، وهنا تسديده اللاعب ايمن صفاقسي اللي اصطدت بزيد اسماعيل وغيرت مسارها لتصبح ركله ركنيه. هذا محمد مزهر او كرار سعد. الدولي واثق محمد، اداره ممتازه لغايه الان للمباراه على عبد الزهره، لاعب الخبره، اللاعب الكبير، الدولي السابق على عبد الزهره. فهد طالب كره عاليه الامام الى خارج ارضيه الملعب، رميه جانبيه لصالح نادي دياله، وصادق سعدون يطلب من لاعبيه التقدم للامام. المحاوله تستمر للبرتقالي لفريق دياله في هذه اللحظات. محاوله الهجوم الان، ممكن ايمن متقدم داخل منطقه الجزاء، خطيره على مرمى الطلبه، والطلبه يدافع بكل قوه امام محاولات دياله. هناك حاله تسلل، اعتقد حكم المباراه ورايه المساعد تشير الى وجود خطا، وركله حره غير مباشره لصالح نادي الطلبه. لاحظ الاعاده، مقتدى حسن كان في موقف تسلل، وركله حره غير مباشره لصالح نادي الطلبه. ركله حره غير مباشره للطلبه. كرار محمد، ابراهيم تانديا، ابراهيم تانديا، فهد طالب مر الى خارج الملعب. ركله مرمى لمصلحه فريق نادي دياله. هذا محمد مزهر، عوده للحارس علي رمضان. دياله، ايمن محمود، كره طويله من ايمن، راسيه تعود. هذا صفاقسي، هي كره الى تانديا لكن بعيد عن تانديا، وصلت لغيث معروفي اللي عادها بدوره الى حارس المرمى فهد طالب. عادت لمحمد مزهر، عيدها للخلف محمد مزهر. كرار سعد للوسط، زيد اسماعيل مع التغيير، حبيب الوسلاتي الى كرار محمد. كره بحوزه لاعبي فريق الطلبه. اداء ممتاز الطلبه في هذا اللقاء عكس اللي شاهدناه في مباراه اربيل. محاوله تستمر الان لفريق الطلبه عمليه الهجوم، وحتى فريق دياله اداء اختلف في هذا اللقاء عن مباراته امام الموصل. لم يظهر بشكل جيد، رغم ان حاله الطرد اثرت بشكل كبير على فريق دياله في مباراته امام الموصل، وتلقى خساره ثقيله له خلال هذا الموسم. الخسارة الأكبر لفريق نادي دياله خلال هذا الموسم، خسر بالأربعة من الموسم. يا دوب قبلها خسر من الشرطة 3-0 وبقرار طبعا، وخسر 2-1 لكن بقرار 3-0. لكن هي أكبر نتيجة خسرها دياله هي أمام الموصل 4-1 في هذا الموسم. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية، المحاولة تستمر مصلحة فريق نادي دياله. المحاولة، الطلبة يدافع عن نتيجة المباراة، عن النقاط الثلاث. المحاولة تستمر، غيث معروفي، ممكن علي سعد يفعلها، علي سعد، ويجعل السعد على مدرجات الطلبة، لكن الطول على علي سعد إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لصالح ديال. علي سعد مر إلى خارج الملعب، رمية جانبية. علي رحيم، رمية جانبية للطلبة. الوقت بدأ يدرك فريق دياله ويقرب الطلبة لنقاط المباراة. الطلبة يريد الاقتراب أكثر والوصول إلى مركز يؤهل الفريق المشاركة العربية الآسيوية. ممكن أصحاب المراكز الأولى الاثنان طبعا على المستوى الآسيوي، دوري أبطال آسيا النخبة ودوري أبطال آسيا الثانية،
بالإضافة إلى مشاركة خليجية على مستوى بطولة الأندية الخليجية. ثالث الترتيب في الدوري العراقي. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق نادي ديالى من الجهة القريبة. هذا هو محمد مزر. فهد طالب هل يستمر في الدفاع عن مرماه في هذا اللقاء حتى النهاية للوصول إلى ما يتمناه فهد طالب والطلبة وجمهور الطلبة. كرة النقل الوسط ديالى، عملية المرور بشكل ممتاز، خطيرة على مرمى الطلبة لكن سهلة تصل لحارس المرمى فهد طالب. كرة كانت تحتاج إلى تركيز أكثر من لاعبي ديالى وأنس مالك يمررها بطريقة خاطئة، كان يعتقد أن هناك لاعب داخل منطقة الجزاء. محاولة كرة عالية، عمار داخل، واحد من بدلاء ديالى في الشوط الثاني. عمار ينقل الكرة إلى مصطفى مؤيد، عملية التمرير إلى إبراهيم تانديا، يحاول يمر إبراهيم، يعيدها لعمار داخل، كرة عن طريق الوسط ديالى، محاولة المرور بالمهارة مر، ينقل الوسط. أنس يحاول إيجاد المساحة للتسديد. أنس مالك، أنس قريب لمنطقة جزاء الطلبة اللي يدافع بأكثر من لاعب، تلاحظ 7 إلى 8 لاعبين أمام مرماه فريق الطلبة للدفاع عن نتيجة المباراة. كرة من جهة اليسار ديالى، تمرير الأمام، عمار قطع، وهناك خطأ سحب على عمار داخل بطاقة سحب. غيث معروف، خطأ لصالح نادي الطلبة. غيث معروفي سبق وأن مثل القوة الجوية أيضا غيث معروفي في الدوري العراقي. لاحظ هنا غيث معروفي، بالسلامة لغيث. حكم المباراة يطلب من عمار داخل صاحب البطاقة الصفراء. كرة عالية للأمام على عبد الزهرة، قطع من أمامه، تعود للطلبة. محمد مزهر أو كرار سعد، قطع على كرار سعد. أيضا اشترك في الشوط الثاني بالنسبة لفريق الطلبة كرار سعد. ركلة حرة مباشرة، لاحظ الدخول من كرار على مقتدى حسن. ركلة حرة لصالح ديالى، علي رمضان، يامن الزلفاني، مرة يامن مرة صادق سعدون قريبين الخط الجانبي، وهذا يامن الزلفاني سبق وأن درب فريق الطلبة، طبعا سبق وأن درب الطلبة. محاولة خطيرة على مرمى الطلبة، خطيرة على مرمى الطلبة. درب الطلبة في 18 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر في 4 عندما كان مدربا للطلبة، مدرب ديالى الحالي يامن الزلفاني. طبعا هو قاد الفريق في موسم 22-23 خلفا للمدرب ثائر احمد يوم كان مدربا للطلبة. بعد ذلك استلم يامن الزلفاني وحقق نتائج جيدة. بعدها ترك الفريق واستلم احمد خلف مدرب فريق نادي دهوك الحالي. هذا ابراهيم تانديا مع توجيهات علي منصوريان. فهد طالب، خلاص نقترب من نهاية المباراة. لاحظ المسك غير جيد كان من فهد طالب. كرة النقل حبيب الوسلاتي، حاول يمر وهناك خطأ لحبيب الوسلاتي. ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الطلبة. عمار داخل، حبيب الوسلاتي لاعب الطلبة، 5 أهداف لهذا التونسي، يحصل على ركلة حرة مباشرة. لاحظ المرور من حبيب الوسلاتي وحكم اللقاء يعلن عن وجود خطأ للطلبة، ممكن تنفيذ عن طريق الوسلاتي في هذه اللقطة ليسجل هدف ثاني وينهي كل شيء على فريق ديالى للعودة لأجواء المباراة. راس الطلبة يريد أن يؤمن عن النتيجة بهدف آخر. ركلة حرة مباشرة حبيب، لكن اعتقد المسافة بعيدة. هذا حبيب الوسلاتي أمام حائط صد مكون من 5 لاعبين لفريق ديالى. أمام حبيب الوسلاتي يحاول أن يسدد على المرمى لكن بعيدة كرة حبيب الوسلاتي إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لصالح نادي ديالى. 90 دقيقة انتهت
ماذا سيقرر حكم المباراة؟ ماذا سيشير حكم اللقاء الدولي واثق محمد لنهاية المباراة ما بين ديالى والطلبة، والطلبة يقترب أكثر لحسم النتيجة مع الوقت المحتسب بدل ضاع بهدف مسوفا اللي جاء في الشوط الأول، وفي منتصف الشوط الأول سجل مسوفا. إلى 5 دقائق سنلعب حتى الدقيقة 95. هذا عمار حاول يمر، عمار عادت إلى حبيب الوسلاتي، حاول يمر حبيب، حاول ينطلق حبيب. حكم المباراة يشير الاستمرار ويعطي مبدأ إتاحة الفرصة لفريق نادي ديالى. إن شاء الله بالسلامة لمصطفى مؤيد يشكو من الإصابة. عودة لعلي رمضان حارس المرمى لفريق ديالى. كرة طويلة عالية للأمام قريبة لمنطقة جزاء نادي الطلبة. لاحظ اللقطة في أسفل الشاشة، ما كان هناك تدخل. حكم المباراة أشار الاستمرار. محاولة تبقى للطلبة. عملية الهجوم على عبد الزهرة، حاول جهة اليسار علي سعد، حاول علي سعد يعيدها لعلاء علي. محمد مزهر لعلي سعد قريب من الخط الجانبي، يحاول ياخذ وقت اكثر علي سعد لينهي المباراة مع دخول ايمن صفاقسي، مع دخول عمار داخل، مع دخول تانديا، مع 5 بدلاء اشركهم المدرب يامن الزلفاني، لكن لم يغير ديالى النتيجة وبقيت النتيجة صامدة للطلبة منذ الشوط الأول لغاية الآن. كرة عن طريق الوسط، زيد محاولة، محمد مزهر على عبد الزهرة قريب الخط الجانبي. تدخل وخطأ وركلة، تدخل وخطأ. أيمن صفاقسي يرتكب خطأ، ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الطلبة. حكم المباراة الدولي واثق محمد. لاحظ هنا اللقطة، هنا الإعادة، وكرر سعد يحصل على خطأ. يقترب الطلبة على عبد الزهرة، حلوة السهر، ملعب ديالى على عبد الزهرة. طلبة الأنيق صادق سعدون طلابي السابق. تغيير اللعب، مصطفى مؤيد، تانديا، حاول ابراهيم تانديا المالي، ممكن عمار داخل يحاول يمر، ديالى يهاجم باكثر من لاعب. هذا ابراهيم تانديا حاول ينطلق الامام، السرعه ممكن المالي جهه اليسار، مصطفى مؤيد داخل منطقه الجزاء، خطيره على مرمى الطلبه، مرت من امام ابراهيم تانديا. ابراهيم تانديا كان قريب جدا للوصول الى مرمى فريق الطلبه ويعدل النتيجه. لاحظ اللقطه، لاحظ الاعاده، لاحظ التمريره، لاحظ الابعاد، وكانت مفاجئه لابراهيم تانديا بعد راسيه اللاعب كرار سعد. وابراهيم تانديا حاول ان يضعها في المرمى ويبقى فهد طالب في موقف المتفرج لهذه اللقطه لانها صعبه، كانت بعيده عن فهد، مرت بجوار القائم الايمن لمرمى الطلبه وتضيع فرصه لديالى لتعديل النتيجه. كرة لحارس المرمى علي رمضان. نلعب في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضاع، ونلاحظ بدأت جماهير ديالى المغادرة. يعني ديالى وضعه تقريبا جيد، يعني في منتصف الترتيب، يعني مأمن على حظوظه لموسم قادم. هذا تانديا، وماذا تفكر إدارة ديالى؟ هذا تانديا يحاول يمر، ممكن يمر، لكن الوسلاتي وإبعاد من دفاعات الطلبة يدافعون عن نتيجة المباراة لغاية الآن لاعبي الطلبة للخروج من نقاط المباراة. ديالى بعد من مدرقة، عمار داخل بعيدة عن مقتدى، خلاص تقريبا الأمر حسم الآن لفريق الطلبة أمام فرحة هذه الجماهير السعيدة. عمار داخل، حارس فهد طالب، كرة عالية، محمد مزهر خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي ديالى. هذا هو محمد مزهر، صادق سعدون اقرب لدفاعات ديالى. كرة عالية الامام بعد من ماسس ارتن، محاولة فريق الطلبة حاول أن ينهي المباراة بهذه الطريقة
بهذه الكيفية والوصول إلى نقاط جديدة. فريق الطلبة محاولة تعود وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب. وهنا في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي الدولي، واثق محمد يعلن عن نهاية مباراة الطلبة وديالى بفوز فريق الطلبة بهدف لا شيء. الهدف سجل عن طريق اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة 22 من خلال الشوط الأول. لذلك فريق الطلبة يرفع رصيده إلى 61 نقطة، يتقدم إلى المركز الرابع، ويتجمد رصيد فريق نادي ديالى ب 41 نقطة، يبقى في المركز ال11. أحبتي نلقاكم إن شاء الله في مواعيد جديدة، مباراة قادمة. تقبلوا كل التحية مني معلق المباراة جمال الدراجي.